ازيكم يا شباب؟ اه دي تالت مرة اصور الفيديو ده، والله ما بهزر، تالت مرة نصور المراجعة. انا تقريبا نسيت عايز اقول ايه، فاهمني؟ اللي هو فقدت الشغف. يعني اللي هو دلوقتي انا قاعد اللي هو بدون انا كنت المراجعة، انا كنت الليلة دي كلها انا ايه اللي جابني؟ فاهمني؟ بس عشان بحبكم وعشان الراجل الجميل اللي معايا ده حبيبي. فاروق، راجل بتاع انمي، والله العظيم عرفته أد... مرتين، دي تالت مره اعرفه فيها بس انت ما شفتهاش. راجل بتاع انمي وراجل بتاع افلام محنك من التيك توكرز، داخل اليوتيوب بقوه، اعملوا له سبسكرايب في القناه بتاعته. هنخش فيها على طول. الفيديو يلا بقى، احنا جايين نتكلم عن ايه؟ الفيديو ده صح. تالت مره اعمل جوجو. الحركه دي، يقول لي جايين نتكلم على، اقول له دونتو. ماشي، دونتو 3 هنقسم المراجعه لقسمين، قسم من غير حرق وقسم بالحرق. لو الكاميرا هربت فوكس او حصل اي مشكله ابلعها، عشان مش هصور للمره الرابعه، اقسم بالله ما بهزر، فاهمني؟ انا كده جبت اخري. فيلا بينا. يلا بينا يا عم، ابوس ايدك. المراجعه المراجعه اللي من غير حرق. يلا. الفيلم ايبك يا اخوانا، كل حاجه فيه تحفه فنيه، واحد من احسن الافلام اللي انا اتفرجت عليها في السينما، بالذات تجربه الاي ماكس، لان تجربه الاي ماكس مميزه. واسيب الجزئيه دي لفاروق عشان هو اللي قالها في الفيديوهين اللي فاتوا. احلى حاجه في الفيلم ده من وجهه نظر الشخصيه التفاصيل، تفاصيل العالم ده. دينيس قادر يعمل عالم متكامل، انت قادر تبقى جزء من الشعب اللي هم فيه. عالم بمفاهيمه، بكلامه، بثقافته، بطريقة لبسه، بدماغه، بتفكيره، بكل حاجة. مش مجرد رحلة انت بتاخدها كده وسط عالم مجهول مش مفهمك فيه كل حاجة، بيديك فيه اللي هو عايزه بس وبيخلع. لا، ده متشعب قوي في العالم ده، مفهمك طبيعتهم كبشر، ايمانهم البليغ ممكن يوصل لفين، لان اللي بيحرك الفيلم ده الايمان اصلا. طبيعتهم او تعايشهم مع الصحراء والبيئة القاسية اللي هم فيها، وازاي بيتعاملوا مع الموتى بتوعهم عشان يقدروا يوصلوا لاكبر قدر ممكن يحفظوا بيه الموارد. دي كانت عظيمة. طريقة كلامهم نفسها مختلفة. مميزه قوي. لهجة الفكره بتاعت الميه دي اه مميزه فشخ. فشخ. محدش عمل حاجه زي دي. ولهجة الجنوب تكون مختلفة عن لهجة الشمال. كل حاجة في العالم ده كانت حلوة. التعمق فيه كان جامد. تمثيل تيموثي شاماليه يمثل كأنه لم يمثل من قبل، بصراحة من أفضل الأداءات اللي قدمها في الفيلم ده، وأحسن من الأول بكتير، من الجزء الأول. لأن في الفيلم ده كان هو محور الأحداث، الجزء الأول كان مهمش سيكا، مم. وقدر ياخد المسؤولية بصراحة وعلى نفسه بشكل كبير. هو ممثل رائع. واتكلمنا أنا وفاروق برضه، قلنا أنا كنت بفكر في الفيلم هل ممكن توم هولاند يقوم بالدور ده، بما إنه يعني مرتبط بزندية في الفيلم وتوم هولاند مرتبط بيها في الحقيقة. نعيدها بقى، عادي. شاوت اوت لنصار عشان كنا بنتخانق الخناقه دي امبارح. اه توم هولاند ممثل افضل ولا تيموثي شالاميه؟ هو كان بيختار توم هولاند وبيقول عنده رينج اعلى من تيموثي شالاميه. قلت له لا، انا بالنسبه لي تيموثي شالاميه مع اني مش من اكتر حد بحبه، بس هو اعلى بكتير تمثيليا من توم هولاند. انا متفق مع الراجل ده، تيموثي شاماليه اعلى بكتير. وانا عارف مشاعرك سبايدر مان طبعا طاغيه عليك، والمشهد الايقوني بتاع موت عمته مخليه ممثل حلو في نظرك. بس لا، تيموثي اتفرج على الافلام اللي بيعملها، انا حاسس انه مش بيعرف يختار ادوار قويه جدا، وافلام شباك معاها افلام فنيه. لا، هولاند بيميل اكتر للافلام البوب كورن. البوب كورن، بيميل ليها اكتر. لما بيعمل افلام فنيه بتقع منه بصراحه. مم. ما علينا، القصه والسيناريو والحوار عظمه، هو مختلف معايا في الحته دي. الموسيقى التصويريه توب تير. انت معاك هانز زيمر اللي الف انترستيلر، اللي عمل انسبشن، اللي كان شغال مع كريستوفر نولان، اللي قال بنفسه انا متحمس تسمعه. الموسيقى التصويريه عظمه يا اخوانا. الساوند افكتس بتغمرك كده من الاول للاخر. واخر حاجه المؤثرات البصريه في الفيلم ده مش اقوى حاجه. شفنا في مارفل كتير، افنجرز مم. اند جيم وانفينيتي وور يغطوا عليهم بالغباء، وافلام كتيره من بس في مارفل حاجه تغطي عليهم. فصلتك. بقى لسه اهو. بالظبط. مفيش اي حاجه في الفيلم ده تفصلك. المؤثرات البصريه مناسبه وملائمه جدا للفيلم. واكتر حاجه انه بيعتمد على البراكتيكال افكتس جنب السي جي اي، يعني بيعتمد على المؤثرات العمليه، بيعتمد ان انا هعمل لك رمله بجد، مم. هعمل لك زوبعه وشغل بجد، في رمال حقيقيه في الدنيا، مش كل حاجه كمبيوتر. ودي بتعيشك اكتر القصه. المؤثرات العمليه دايما بالنسبه لي بفضلها اكتر من المؤثرات البصريه، خصوصا لو تقدر تعملها. يعني المؤثرات البصريه دورها ايه؟ انها تعمل حاجه ما تعرفش تعملها بايدك في الواقع، بس لو تعرف لا، تعملها معانا بايدك. نولان بيعرف يعمل. نولان ما شاء الله بيعرف يعمل كل حاجه، وكل افلامه عظمه. ما علينا نكمل الفيلم. اخراج ديني حلو جدا. الفيلم مليان معارك وحماس اكتر بكتير من الجزء الاول، وليه حق ان النقاد يدوا تقييم 100%، واي ام دي بي 95%، وارقام عاليه جدا هو يستحقها، لانه عامل زي ميكس كده ما بين ستار وورز الاو جي بتاع السبعينات وماد ماكس. حاجه تحفه. هو انا ما مم. عنديش اي مشاكل مع الفيلم ده غير زندية واوستن باتلر وبس. غير بس كده الثلاث ساعات هيمروا عليك هوا. بس اتفضل يا مان. طيب، بالنسبه لي التجربه السينمائيه متكامله. صوت،
صوره، اجواء، كل حاجه في الفيلم، احداث الفيلم سريعه، مفيش اي حاجه فيها ملل. العالم كله مبني بشكل دقيق قوي، وطبعا عشان هو متاخد من كتاب او روايه قبل كده بنفس الاسم، فعشان كده كل التفاصيل عميقه وهتعيشك في العالم بتاعه. دايما الاعمال اللي متاخده من الروايات بتبقى حلوه قوي. معظم طبعا، ما هو ماد انت ماكس، عندك ديون، كتابه. لورد اوف ذا رينجز، هاري بوتر، بتبقى حلوه قوي، ده بتبقى حقيقي. جامده. انت عندك ريفرنس، انت Game of Thrones. مش كاتب لسه بيبدا، انت عالم اتعمل وفضل 10 سنين ومعلق شغال. مع القراء قوي. بالظبط، فتيجي بقى تحول، بس في نفس اللحظه الحاجات اللي بتتحول لكتب بتبقى خطر قوي، لان في حاجات بتفشل جامد بقى. من كتب، لا من من افلام لا لكتب. من سوري، لا مش كتب، من العاب، سوري، لا انا كده. لا، ألعاب من بتبقى كتب وحش. معظم الوقت بتبقى حلوه، لان انت عندك الريفرنس بتاع الكاتب عارف هو عامل ازاي، والقراء عاشوا مع الحياه دي فتره طويله، فعايزين يشوفوها مرئيه. انا بشوف عشان حوار الالعاب اصلا هو مقدم لك وجبه دسمه بصريه. حاجة، فانت لما هتعلق عليها ازاي؟ هو كمان واخد وقته، ده بيقعد في اللعبه 5 6 سنين وبيقسمها اجزاء على مدار 20 سنه، فبياخد وقت فيها. فانت هتعلق على ايه؟ يعني اساسا كريد هتعمل ايه اعلى من اللي حصل في اللعبه؟ ده حقيقي. يعني هتعمل فيلم ايه؟ عموما كالالعاب يعني اتكلمنا هو ذا لاست. واميرسيف فشخ، انا بلعب بالشخصيات ومبسوط بالمؤثرات وبكل حاجه. انما الكتاب انت تخيل تماما، ففي ناس ممكن تحب تشوف تفيجوالايز التخيل بتاعها على الحقيقه عامل ازاي. صح. المهم فيلم دون 2، هانس زيمر السلبيات هيفضل هياخد الكريدت تماما يعني في الفيلم ده، لان انا من اول لحظه وانا الفيلم، انا اول كلمه قلتها من بعد ما طلعت في اول استراحه: الصوت مش طبيعي، التجربه الصوتيه مرعبه، انا ما شفتش كده من ايام انترستيلر. قول لهم اي ماكس. ولازم لازم نريمايند، لازم اي ماكس طبعا، لان التجربه مش هتبقى بالقوه بتاعتها في الستاندرد، هتبقى حلوه، بس لا، اي ماكس بالنسبه لي كان لازم، والراجل ده ما كانش عايز يروح يتفرج اي ماكس، وكان عايزنا نتفرج على فيلم ستاندرد، بس الحمد لله ربنا ستر واتفرجنا على اي ماكس وكان يستاهل. وانا بقول لكم لازم اي ماكس، مش عشان التجربه البصريه زي ما قال، التجربه الصوتيه، انه اميرسيف، يعني انت بالظبط. بتبقى عايش جوه الفيلم، يعني في سماعات جنبيك وسماعات قدامك ووراك، فهو بيعرف الاصوات بتنتقل ما بين السماعات بطريقه اميرسيف، مش عارف بيسموها ايه في بتوع التك دول، ستيريو حاجه ليها اسم، عموما بتبقى اميرسيف، عموما حاجه كده عايش جوه الفيلم. هو انت بتنغمس اميرسيف، انت منغمس في الصوت محاوطك بكل اتجاه. عموما الحاجات اللي ما عجبتنيش، خلصنا هنتكلم عن الحاجات بس اللي ما عجبتنيش سريعا. السيناريو والسكريبت كان ممكن يكونوا افضل من كده، مش افضل حاجه في الدنيا زي ما قلت. تاني حاجه كان، او على انا اسف عشان الكلام بيتاخد علينا، مستواهم ما كانش في مستوى التصوير والاخراج والصوت، كان ممكن يكونوا احسن. مختلف معاك في الحته دي ونتكلم في الحلقه. بالظبط. بالنسبه للحاجه التانية، كان السيكونس بتاع النهايه كان متسرع، ويعني فاهم، كروتوه زياده عن اللزوم. ازاي مش عايز احرق، طيب ده من غير حرق، ان السيكونس بتاع النهايه سيكونس النهايه ما عجبتنيش، بس انا عجبتني جدا وطلعت منها راضي جدا ومبسوط جدا، ومفيش اي حاجه بشتكي منها. انا بس متفق معاه في حته ان كان ممكن يدوها اكتر سيكه، بس ما طلعتش منها مش مبسوط. حلو، يبقى انا كنت هحرق بس ربنا ستر، نتكلم في هوصلها يا عم عشان لو قول تقييمك. تقييمي دلوقتي 8.5. تقييمي للفيلم هو 9.5/10، ارشحهولك بقوه بغشوميه، فهمني يعني. عارف انت جو اوبنهايمر اللي انا عملته وقلت لكم لازم تتفرجوا على الفيلم؟ اوبنهايمر مش لكل الناس، اما الفيلم ده يا اخوانا نفس مده اوبنهايمر، و3 ساعات، هو ده 3 ساعات هنا و3 ساعات هناك، بس مفيش لحظه ملل. انت مش هتحس، لو ما بتحبش الافلام الحواريه خلاص اوبنهايمر مش ليك، اما ده حواراته بيقول لك اهو مش زي الصوره وزي الموسيقى وزي اللي بيحصل كل حاجه تانية عبقريه، مش هتحس بملل. خشوا على ضمانتي، هو مش ساعات قوي، 2.5 وكده. نخش بقى على الحلقه يا مان. يلا. مبدئيا الفيلم حاجتين اساسيتين بيحركوه، الايمان والجشع. انت عندك ايمان من جواك اللي انت مهما عملت ومهما اتهزمت في واحد هيجي يحررك، ده بيخليك تقدم حياتك مقابل الحرية دي. يعني انا مش مهم اموت، مش مهم 10,000 يموتوا، المهم الاجيال الجاية تفضل عايشة. طول ما معانا الراجل ده احنا عندنا في ثقة اللي احنا نخش جوه النار، عندنا الثقة اللي احنا نعمل اي حاجة، والايمان ده هو اللي خلاهم يكسبوا. ايمانهم بنفسهم انهم يقدروا فعلا يكسبوا، قدروا يكسبوا، والبطل قدر يستغل ده كويس جدا. البطل رحلته اتقسمت نصين، الرحله اللي كان طيب فيها، اللي كان شايف فيها نفسه جزء من الناس، رغم ان ابوه هو اللي كان مسيطر عليهم اصلا، ابوه هو اللي كان محتلهم وفشخهم، ما علينا، هو كان شايف نفسه جزء من الناس، واحد منهم جاي يساعدهم يتحرروا، لغايه ما شرب السم وشاف المستقبل، ساعتها اتقلب وبقى مستغل قوته دي عشان يوصل انه يبقى امبراطور او يبقى الملك، فاهمني؟ فكانت الحريه بالنسبه لهم وسيله مؤقته يساعدوه بيها عشان يوصل للامبراطوريه، يوصل انه ياخد راس الملك او يتجوز بنته يبقى هو الامبراطور. دي حاجه.
اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، بس انا متحمس جدا لازم نقولها. لازم اقولها لكم. حته اتاك اون تايتن، بالظبط. حته اتاك اون تايتن يا اخوانا، لما قعدت اتكلم معاه واسرد كده فكرت في حاجه حلوه قوي، ان البطل بعد ما شرب السم بقى يشوف المستقبل، بقى عارف كل الاحتمالات، عارف امتى هيفشل وامتى هينجح. وهو في اول الجزء الاول شاف رؤيه ان زندية هتقتله، زندية هتقضي عليه. تقريبا البطل دلوقتي واقف في مرحله معينه انه بقى مقتنع كليا انه هيموت في الاخر، وعشان تكون التضحيه دي ضروريه لازم الاول يحرر العوالم كلها من سيطره العائله، سيطره السلالات والامبراطور. فاهمني؟ فانا شايف انه اتحول لشرير مش عشان هو شرير، هو عايز يوصل لغايه معينه يقدر يضحي بيها بنفسه ويبقى زي ما تقول كده رمز. وده اللي قالته على فكره بنت الملك للملك، انت لو قتلت دلوقتي القضيه هتقوى وهيتحول لرمز. هو نفسه يكون الرمز القوي ده يساهم في تمرد كل الكواكب على اللي بيحكموهم. فاهمني؟ لان العالم بتاعه عالم ظالم، عالم مقسم امبراطور تحتيه عائلات تحتيهم جنرالات، وباقي الشعب بيتداس عليه، بيتم احتلالهم ومعاملتهم بابشع الطرق الممكنه. هو في دماغه عايز يوصل لحريه الشعب دي، والحريه الوحيده اللي انا اسعى ان انا اكون امبراطور وزنديانا تقتلني وهي اللي تبقى الامبراطوره وتدي السلام بقى كواحده من الشعب، واحده عانت زيهم هي اللي هتحقق ده. ايرين وميكاسا. ايرين وميكاسا بالظبط. هو ايرين كان شايف انه هيتقتل، هو شايف انه هيتقتل. الفكره دي انا مقتنع بيها جدا وحاسسها هي اللي هتتعمل. وخلي بالكم عشان اتكلمنا في ارجعوا الفيديو ده. وخلي بالكم عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا قلنا ان مش هما اللي هيقتبسوا من ايرين وميكاسا، لان كتاب دون ده كفيلم معمول من كتاب، معمول من روايه معموله بقى لها سنين قبل اتاك اون تايتن اصلا. فممكن لو اتعملت في الفيلم ده ما تقولش دول سروها من اتاك اون تايتن، لا دول هما الاصليين يا مان، هما اللي شايفينها. وغير كده كبطل بيشوف المستقبل ده النتاج الطبيعي. انت واحد كنت طيب جدا، فجاه بقى عندك حلم بالسيطره وبالامبراطوريه عكس طبيعتك، عكس دماغك، فده بيخليك تقتنع اكتر انه عايز يضحي بنفسه. رؤية تحترم بصراحة، بس أنا زي ما قلت لك، زي ما قلت له في الفيديو اللي فات، يعني احنا شفنا الحاجة دي قبل كده. احنا شفنا ايرين وميكاسا، شفنا قبل كده حتى في جيم اوف ثرونز داني وجون ويك. جون ويك مين؟ جون سنو، لما قتلها ان هي عايزة اصلا، كانت هي هدفها انها تكسر العجلة، عجلة القيادة، نفس فكرة الحاكم وبتاع. فاحنا شفنا الحاجات دي قبل كده كتير. اتمنى ان المرة دي يبقى عندنا زاوية مختلفة، ما نشوفش نفس الحاجه تاني، لان ده هيقلل عندي الفيلم شويه، ان انا لا مش هيقلل شفته حاجه، قبل كده. مش هيقلل لانه معمول حلو. هو طبعا احنا اتفقنا ان التجربه السينمائيه كده لا عاش وتمام. القصه، وحتى لو عملوا ده الجزء الثالث تجربه سينمائيه جميله قوي وجت في النهايه عملت كده، مش هنتضايق. انا مش هتضايق بصراحة. خالص، بالعكس القصه ملائمه، لان ده بيتحضر له من الاول. يعني البطل عايش وسط مبجلين وناس بتشوف المستقبل وبتشوف الماضي وعارفه تاريخهم والكلام ده كله. هو عايز يسلك وسط دول، هو عايز ينجح من غير ما يضحي بالشعب بتاعه. حلو. هو عايز يوصل للحريه فعلا بجد، وعارف انه مش هيقدر على ده قدام كل العائلات. فاهمني؟ ماشي. واعلن الحرب في النهايه ده قدام كل العائلات. كل العائلات كل السلالات. الحرب الجزء الثالث يا اخوانا هيبقى ايبك، ايا كانت بقى اختياره يبقى امبراطور ويبقى شرير بجد او هيضحي، ايبك هيبقى عظمه، لان الجزء ده كان تحفه تفتكر بالنسبه لي. هيقدروا يكملوا على نفس المستوى ده؟ انا هيعلوا عليه، ليه؟ لان الجزء الاول كان اقل من ده بالنسبه لي. بالنسبه اعتقد معظم الناس لما تروح السينما هتقول ده. احنا من الاول واحنا انت داخل عارفين بقى الجزء الحرب الأول كان عادي. الحقيقيه، انت اكتر حاجه قول لهم اكتر حاجه مضايقاك المعركه دي. مثلا اكتر حاجه مضايقاني زي ما قلت من غير حرق، السيناريو والسكريبت كان ممكن يتحسنوا عن كده شويه، بس علينا مش نشيل محتاجين. النقطه دي. نتكلم دلوقتي على السيكونس بتاع الفايتس وكل حاجه. يعني المهدي ده هو كل حاجه بتتاخد له كده يعني هديه، وتفضل انت اللي هتبقى القائد، وانت اللي هتبقى بتكسب كل الناس، وانت اللي الناس هتؤمن بيك، وانت 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 وانت. دي سلالم عادي. بعد كده احنا في رؤيه اخراجيه لما نيجي نتكلم في السيكونس بتاع الفايت الاخير، كل حاجه كانت سهله. ده الجيش اللي هو اقوى جيش في تاريخ الامبراطوريه، تمام، اتهزم كده. اسمه ايه، باتيستا، اتهزم كده صباح الفل، غزيته. لما راح موت الهارلين او الهاركنن، هرد لك موته في ثواني. الامبراطور كسبه بسرعه، مفيش ستيكس، مفيش خطوره، مفيش اي حاجه فيها صعوبه في الفايت الاخير خالص. واتكروت من وجهه نظري، كان ممكن ياخد وقت اكتر من كده. طيب احنا كلمتك في الموضوع ده وقلت لك انا ليه الامبراطور اتهزم بسرعه من اول الفيلم، والامبراطور مقتنع ان ابو البطل ابو تيموثي هو ابنه، هو شايفه زي اتقالت ابنه. باللفظ. واتقالت انه بعد ما قتله امتنع عن الكلام، ما كانش بالظبط. راضي يتكلم وما كانش راضي يعيش حياته. احساسه بالذنب من ناحيه اوسكار ايزك
مخليه مش عارف يفكر، مش عارف يتصرف. فلما عرف ان ابنه عايش وابنه ده بيأذي المملكة وبيستحوذ على البترول وفشخ الدنيا كلها، ابتدى يفكر لا انا قتلت ابني مش هقتل حفيده. فتسرع، نزل بالامبراطورية دي حاجة، نزل بالجيش بتاعه للصحراء دي حاجة. تاني حاجة ان الملك اساسا مش بيتحكم في تصرفاته، اللي بتمشيه هي الام المبجله اللي جنبه، هي اللي عايزاه يخسر. يعني هي قالت لبنته ايه، انا عايزه ابوكي، انا اللي طلبت من ابوكي يبيد السلاله بتاعت تيموسي شاليمان. حلو. ليه؟ لان كده كده هينقلبوا عليه وهيخسر عرشه وهتبقي بنتي الملكه، هتاخدي انت مكانه. فهي عايزاه يخسر، هي اللي بتوديه لطريق دماره، هي اللي قالت له يقتل ابو تيموسي، وهي اللي قالت له ينزل بجيشه كله للصحراء ويتفشخ. هي عارفه انه هيتفشخ وان بنته هتستولى على الحكم مكانه، وهي اللي بتحضرها لكده، هي شايفه كده، وهي اللي بتتحكم في الخيوط دي عشان تفضل الملكه او السلاله بتاعتها هي اللي متحكمه في ما وراء الكواليس، في ما وراء المسرحيه. لان انت لو فكرت فيها، لما الام الممجله بصت لابنه الامبراطور وقالت له ايه، اخرسي، اسكت، ما اسمعش صوتك. بالظبط. فهي اللي متحكمه، فاهمني؟ ومن اهدافها ان كل ما ملك يضعف تزيحه وتجيب الوريث، تتحكم فيه لغايه ما يضعف تزيحه وتجيب الوريث، وهكذا للابد. منطقي يعني. عالم- الرد منطقي في حته ان هو ان هم كانوا متسرعين وان هم 1 و2 و3، بس ان الهاركنين والجيش الامبراطوري يخسر في 3 دقايق 10 دقايق على الشاشه كانت حرقاني. انا كنت ما انا عايز حاجة فاهم، انا كنت عايز معركه ايبك برضو اكتر من عايز- كده، اه كنت بالظبط. عايز ملحمه وجنود بيتقاتلوا ودم وبتاع. بس هي الفكره ان انت زي فيتنام وامريكا، جا جيش كامل، ايه خسر من فيتنام في حرب العصابات، رغم ان الفيتناميين ما كانش عندهم جيش. كسبوهم بالفخاخ اللي كانت بتتزرع في الغابه، بالقنابل، بالصواريخ، باللي انا افاجئك من اماكن انت ما تعرفهاش. ده اللي بالظبط. حصل في الفيلم. كانوا بيستخبوا تحت الرمله، بيطلعوا يقتلوا وينزلوا تاني، يستخبوا يطلعوا يقتلوا وينزلوا تاني. فهم كسبوهم في ديون بحرب عصابات. انت فاهم؟ عارفين، دارسين المنطقه، دارسين الصحراء بالكامل، عارفين مناطق الضعف، امتى يستدعوا الدوده تهجم، امتى يخلوا الدوده تبعد، فاهمين كل الليله دي، وقدروا يهزموهم بنفس الشكل. ومن اول الفيلم على كده هم زي ما تقول كده بيلقطوهم، فاهمني؟ مره واحده العصابات كانت تنفع في الاول فعلا، لان ده اللي كانوا ماشيين عليه، بس ان انت خلاص جمعت القيادات كلها وكل الجيوش وفي الاخر رايح حرب، فان انت تدخل حرب طب ما هي بقت عصابات برضه وفي الاخر انت لو في الاخر لو فكرت فيها، لا ده كانوا هتلاقيهم داخلين فيس كلهم تو فيس قاعدين يضربوا في بعض ومفيش حد غفلوهم. يا ابني مفيش حد اتصاب، مفيش حد اتعور، ما وراكش غير تيموسي، ما وراكش اللي اتصابوا، بس هم غفلوهم. انك تغفل برضو حد قدامك دي يعني بتديك ايدج ابن لذينه. طبعا انا معاك، انا عايزهم يكسبوا بس كنت عايزهم يعرقوا بس. طب ما زندية عملت كام حركه وقتلت لها كام جندي في وسط المعركه؟ ايوه ما اتعورتش يا اسطى بقى زندية اللي عماله تعملي فيها مقموصه دي. زندية والله يا ابني العظيم زندايا عندها حق. زندية قالت له ما تتحولش، انا بحبك كده وطول ما انت كده انا تمام معاك. اول ما تيموسي سمع كلام امه، راحت زندية خدت منه جنب وقالت له خلي امك تنفعك، وانت اللي عملتي فيه كده ومش عارف ايه. زندية لو بتفكر بدماغها هتشوف ان حتى لو هو عايز يبقى امبراطور فهو هيحرر شعبها في الطريق. المفروض تفكر في شعبها، انه حتى لو هو اقنع الناس او بقى شرير او بقى المهدي او اقنع الناس انه مهدي والكلام ده كله، حتى لو هي مش مصدقه انه الرسول او المهدي، المفروض تقتنع بيه كقائد على الاقل وتمشي معاه لغايه ما شعبها يتحرر. لا، هي ضربت له البوز المتين وقالت له، بس هو عمل برضو اللقطه الاخيره فيها قال لها انا هتجوز بنت الامبراطور ده هو مش انت بتتكلم في ايه؟ يا اسطى زندايا ده بص، زندايا اللي عملته ده اقل ما يمكن ان يتعمل، لان هي اصلا احنا كنا، انت لسه حكي على موضوع ميكاسا وبتاع، فاصلا دي ناويه تقتله في المستقبل برؤيتك انت، فده كويس قوي انها بس بوزت له، لان هو تمرد عن كل اللي هم متفقين عليه وعاملين عليه قصه حبهم ان هو هيحرر شعبها ومش مهتم بالكراسي وبالحب. هو راح بقى انا الحاكم وانا رئيسكم وانا مش عارف ايه، بس لازم تتضايق يعني. طيب خلينا نتكلم على موتة باتيستا. ردي عليك فيها انها ما جاتش سريعه. باتيستا في اول الفيلم يا اخوانا، الناس اللي اتفرجت على الجزء الاول كان جامد فشخ، يعني كان جامد بطريقه غبيه وكان بيخش يدبح. في الفيلم ده مات بسرعه، هو قال مات بسرعه وموته مستحقه، وعلى فكره انا متفق معاه لانها جت فعلا في مينت كده، انت فاهم؟ طلع جوش برولين طلع له السكينه كده وخلص عليه. انا شايف ان ده النتاج الطبيعي، الواحد صدق الاسطوره، الايمان، لما تؤمن ان اللي قدامك قوي قوي بغباء انت من جواك خايف. انت مهما كنت اقوى منه فعليا، لو في ارض الواقع انت فعلا اقوى واذكى وممكن تفشخه، بس انت جالك الايمان ان هو هيهزمك مهما عملت فيه، عشان هو ايمانه اقوى. باتيستا اول ما شاف البطل داخل عليه هرب جري، رغم ان البطل قد كده، وباتيستا انتوا عارفين شكله عامل ازاي، فاهمني؟ كان ممكن يهزمه بس جري ليه؟ لان الاسطوره بتاعت المهدي دي خوفته، فودته للمصير ده، النهايه دي.
عايز تتكلم عن ايه؟ الموتة الشرير في الفيلم ده كانت حلوه صح. جدا وجميله جدا وعجبتني. يعني انت مختلف معايا في الحته دي، بس لا انا اتفقت معاك في فكره. احنا فاكرين الموتة بتاع ان هو طالع عايز يوصل للعرش، اه فدي مشهد فلسفي عبقري. ان هو راجل انا ممكن دلوقتي هموت وخلاص، بس اقعد لحظه بس على العرش اللي انا نفسي فيه في طول حياتي. بس قتلته اللي هو صباح الفل، واحد جه من وراه وراح غزز انا البتاع فشت اللي غل. انت عارف ان هو قوي. مش عارف انت فاكر الجزء ولا لا، بس هو قوي، هو شخص ما قوي دخلش. وبيقدر يموت وكان وبيطير وبيعمل حوارات. فين بقى الكلام ما هو ده؟ قطع له بالظبط. الامبراطور، قطع بس البتاع. خلاص اهو بحته مقص خلصوا ايوه بس فشت الشخص. غل، انا عن نفسي اتفشيت غل. طبعا ما هو يتقتل، بس ادوني صعوبه. انا كل ليه؟ معاك اديني صعوبه. الراجل يا اسطى، الراجل جايبينه يعني انت مع احترامي بتفرش. جايبينه خنزير. هو كان حرفيا ما عندوش غير شويه معدن في رقبته بيطيروه، بس مش زي ما انت فاكر قوي اللي هو لا هو كان قوي، خنزير. كان لو مقرف في شلت الجزء المعادن ده. دي من رقبته خلاص. هو ده اللي حصل. ايوه حته مقص خنزير بيزحف حرفيا، مش قادر يمشي حتى. فهم قتلوه بالظبط. بمنتهى السهوله. على فكره فشت غل وهو بيزحف كده، التاني بيبص له بيقول له ازيك يا جدي. عجبتني اللقطه انه جده. عجبتني جده قوي فعلا. انه واخد من العالمين، عالم الهاركن وعالم السلسله بتاعت ابوه، وهيبقى وأمه. ميكس جامد فشخ، ويقدر كمان يخلي الهاركن وراه لان هو منهم، هو جزء منهم دلوقتي، فيقدر يخلي الهاركن وراه ويتبعوه. ده جيش لوحده غير جيش بتوع الصحراء يعني. فعلا هو يقدر الحركن ان ايه بقى؟ ما خلاص اتداس على وشهم ما كلهم. هو الوحيد اللي متبقي. ما اتداس على وشهم كلهم. قتل كل العائله الملكيه، بس الكوكب بتاعهم ممكن. هو اللي هيبقى الملك. مع صح، احنا ما الكوكب، فكرناش في الحته دي. ده حقيقي. هو لان هو الوحيد اللي اتبقى فيهم. بس هل هم هيقتنعوا منين؟ ما هيقنعوه بايه؟ لانه ده جده. هيجي أكيد يقول بص اكيد عندهم حاجه يحكوها. لو هو يستخدم الجيش الهاركني اكيد هيقولوا له على فكره هياخد سهله. الدي ان ايه ده عندهم موجود على فكره. يمكن في دي ان ايه وفي دنيا يعني، ما هتبقى سهل عليه انه يقنعهم. وعلى احنا في فكره سنه 10000 ومش عارف كام. وشعب الهاركن بيقدس حته السلاله الملكيه، ما عندهمش جمهوريه. لازم ده يورث ده. فلما يلاقوه العالم كله كده لما يلاقوه هو بيقول لهم انا اللي هبقى الامبراطور وانتوا شعبي وهتنضموا لشعب ديون، هيوافقوا وهيخلوه الملك بتاعهم وهينتصر وزندايا هتقتله. يا ابني انت خلاص قريت الكتاب انا وجاي. مقتنع ان هاتاك اون تايتن. اوستن باتلر نتكلم عليه بسرعه قبل ما نختم. اوستن باتلر عجبك انت؟ فشخ. بس حلو. اتضايقت من حاجه. اوستن باتلر جاي يا اخوانا اللي شافوا الفيلم طبعا خلاص، اللي مكمل شاف الفيلم. انتوا عارفين جايبينه ازاي؟ جايبينه سادي سفاح سايكوباتي قوي، عنده شرف وعنده طموح. كلمه عنده طموح دي وقفوا عندها سنه، لان تحذير الشخصيه دي بيقول لك انه مكمل معانا وانه هيعمل حاجات هيفشخ الاداء، فاهمني؟ وهيكون ند شرس لتيموثي. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اتقتل. بس لا ده مات بصعوبه شويه. دي يعني مات بصعوبه شويه. مش حوار مات ليه. انا دي بصراحه مات ليه؟ لان لازم احبطتني يموت. سيكا. هو لازم الهاركن ان يخسروا كلهم، وهو مش هيفضل يبقى سجين، مش هيرضى ان هو يبقى مسجون وعبد ولا اللي ضايقني انه جه وراح بسرعه. حلو. بس انا يعني هم بيحبوا يعرفوا يفرشوا كويس قوي، فرشوا له حلو قوي وتسليله كام مشهد وبتاع. بس في الاخر بس راح بسرعه لازم يخلص هنا. طريقه لازم يا ابني ماشي. طب ما هيجيبوا واحد احسن منه الجزء الجاي. عندك حق، عشان لسه في عوائل انت تانية عندك تانية. انت داخل لك ليله زرقاء. اللي ضايقني حاجه تانية معلش، ان ما تحضرش كويس قوي للجزء الثالث في حته العوائل. انا كان نفسي اشوف واحد بس فيهم يعني اي حاجه جدا. يعني انت داخل دلوقتي تيموثي داخل على حرب شاسعه ضد كل الكواكب اللي متبقيه برئاسه كل العائلات. كان نفسي اشوف واحد بس فيهم، اعرف قوتهم، اعرف حجم جيشهم، اعرف هو داخل على ايه الخطر فعلا المحدق بيه. دي من ضمن الحاجات اللي فعلا انا مقتنع منها قوي، لان اللي شفناه من الجيش الامبراطوري اللي كسبوه كده ده صباح الفل. المفروض ده الامبراطور عليهم، فلما العائلات دي جيشها برضو مش انا دلوقتي حاسس ان هو مش مخوف. وهاركن واحد من العائلات، واباده ابوه اتداسوا على وشه. فما بالك باقي العائلات؟ ممكن هاركن دول اساسا يعتبروا المركز السابع او الثامن في العائلات. طب ما تقولوني المركز الثالث الثاني اقوى تاني عائله. اقوى عائله ما هي اللي اتبادت اصلا هاركن. لا مش الهاركن الاراكس الامبراطور. لا يا ابني، ما هو ده اقوى جيش. احنا بنتكلم على اقوى عائله، العيله اللي هي بتاعت تيموثي شالامي نفسه. دي اقوى عائله. ما هي دي اقوى عائله اكتر. وهي اصل هو الكوكب ده اهم كوكب. بس بدوا ده اهم كوكب في المجره بالنسبه لل كان تهديد على عرش الامبراطور. وتهديد على عرش الامبراطور. فهو خلينا نقول ان هو من التوب 3 مثلا. بس الهاركن اقوى منه. الهاركنين لما جم كسبوه لا ما هم جم كسبوه بمساعده الامبراطور. خيانه وسياده الامبراطور وليله زرقاء. بس برضه كان نفسي اشوف اي حد من العوائل عشان اعرف التهديد الجاي. ده منطقي. عشان اعرف التهديد هو داخل على مين. هل يعني انت تشوف من العائلات الجايه، ولا كان يظبط لك الفايت كده ويزود لك 10 دقائق هنا وهنا يعني في المعارك انت متضايق منها مش عارف ليه؟ بس انا عن نفسي مبسوط فيها قوي لان يا اسطى طول 3 ساعات كان حصل فيهم 6 7 معارك او 8 معارك.
مش كبيره بس يعني مش كبيره خفيفي بس مرضيه. اللي في الاول مرضيه. انا عارف ان انت لما تجمع بقى الجيوش انا عارف دي المفروض تبقى ايبك وخطيره، لان دي قفله الفيلم، فانت اديني قفله بقى. بس مش عارف ليه. طب قولوا لنا انتوا رايكم يا اخوانا، هل المعركه الاخيره دي كانت مرضيه ولا؟ انا نفسي رضتني، طلعت انا مبسوط وعرفت اصل ده واحد بيشوف المستقبل، متوقع كل حاجه، عارف كل الخطط وكل الاحتمالات، فطلع باقل خسائر. انا عارف ان انت كنت نفسك تشوف التفاصيل، الجيشين بقى بيخشوا ونشوف دم، حصلت لمده دقيقه، ما اكذبش عليك، بس دقيقه في فيلم 3 ساعات ليه؟ انا معاك في الحته دي، بس في نفس الوقت ما طلعتش منها مش متضايق. يعني هو كده زي ما قلنا في الاخر الوجبه كانت دسمه. احنا مرضيين وطالعين من الفيلم زي الفل، عايزين الناس كلها تروح تتفرج عليه لانه فعلا تجربه سينمائيه. والسيناريو والحوار معلش حاجه اخيره، اللي هو بيقول عليهم وحشين خشوا وانتوا احكموا وحشين ولا لا، لانهم عظمه، اقسم بالله عظمه. السكريبت مشكلتي معاه ايه؟ انه متكرر كتير، جمل واحده بتتكرر في كذا موقف كتير، ده دليل على ضعف سكريبت. لما يجي الراجل يقول لك مش عارف، كان الراجل المؤمن مثلا اللي كل شويه يقول اسمه ويقول هو هيعمل 1 2 3، قال الجمله دي كام مره؟ 12 مره في الفيلم. معلش ايه قال جمله ايه؟ خافير بردام. خافير بردام كل جمله مكرره، مش مكرره. ده خافير بردام كان الكوميك ريليف، هو اللي بيضحكك في الفيلم، اللي بيفصلك في كام ضحكه وكل شويه مكرر. هو بيتريق على الحته بتاعت انتوا شفتوها، كل ما تيموثي شاليميه يعمل حاجه يقول دي معجزه وهو اكيد المهدي، كل ما لو عارف لو ضرب واحد بالقلم يقول لك ايه ده كان مقدر ليه يضربه بالقلم. دي كوميك ريليف هزار، ده فاهم. بس انا مش بتكلم على جمل بتتكرر، اقصد مش دي قصدي. بص في السكريبت، لو رجعت اتفرجت على الفيلم تاني، في جمل كتيره اتكررت. انا سمعت الجمل من زندايا اتكررت كتير. لا مش مصطلحات ما عنديش معاها مشكله، جمل واضحه وصريحه كامله بتحكي في نفس الحته وبيعيدوها كتير لانها كانت ممكن تخلص. بتخدم ما هو بتخدم، بس انت كده كنت ممكن تجيبها بشكل تاني، تجيبها تربطها في مكانها الصح، فما تحتاجش تقولها بدري. بالعكس انا شايف ان ده ضعف في السكريبت، ده ضعف في تكرار جمل كتير في نفس الفيلم. تكرار الجمل معناها ان في اكسبوزيشن كتير، في شرح كتير لحاجات او اعاده كلام، بس الفيلم ما فيهوش كده، ما فيهوش اكسبوزيشن، بس في تكرار كلام، تكرار جمل حتى مع زندايا واسمه ايه في علاقتهم. بس تكرار الجمل كانت مناسبه للسياق، ما تفصلش، ما تحسش بيها. انت فهم برضو تاني، لو الناس فهمت انا بقول ده وحش، انا بدات بكلامي بان هو مش على مستوى الفيلم. يعني سكريبت وسيناريو في فيلم زي ده انت عملت صوره وصوت وكل حاجه عبقريه. السكريبت والسيناريو عاديين، كان ممكن انا اقدر اوصف السكريبت لانه عجبني فشخ، ان كل جمله بتتقال بحس ان ليها لايرز وطبقات وليها مينينج، معنى قوي قوي في المشهد، وبتاثر فيك وبتقدر تتفهمها وتفهم هما بيتكلموا في ايه او تعيش معاهم. كل جمله بتتقال مهما كانت مكرره بحس ان فعلا ليها ديب مينينج طبعا، ده عميقه كده انت فاهم. فما حسيتش باللي انت بتقول اللي هو التكرار اللي يفصل. انا بالعكس حسيت ان لا، في كتابه حلوه في الفيلم ده، في سكريبت حلو. على مستوى التصوير مثلا، على مستوى الموسيقى، على عليهم، على مستواهم، على المستوى بتاعهم. هل الكتابه والسيناريو في الفيلم، السكريبت والسيناريو كانوا على مستوى جودة التصوير؟ لا اعلى، التصوير والاخراج اعلى بالظبط. فانا ده لو الفيلم اتحط في الحته دي، لو السيناريو والسكريبت كتبوا حد اقوى من كده شويه وطلع مع في نفس مستوى الحاجات دي، احنا كنا هنروح في حته لا انا شايفهم قوي فشخ. احنا كنا هنروح في حته بعيده قوي. لا انا شفتهم قوي، اقوياء فشخ. ماشي، والكلام بحد ذاته قوي، لان خلي بالك انت بتتعامل مع فيلم فيه حته ذكاء. الفيلم فيه مجموعه من الملوك، مجموعه اطراف كتير، كله بيحارب ضد كله بيستخدم المعارك الذكيه، اللي هو انا ازاي اسيطر، ازاي اقنع الناس، ازاي اهجم دلوقتي، اهجم امتى، الكلام ده. فكل واحد اتخد حقه وكل واحد عمل خططه، وكل الخطط باينه وكل الكلمات كانت مفهومه جدا، وانا قدرت افهم كل الاطراف واجمعهم، وبالعكس احترم ذكائهم واحترم اللي هم بيعملوه، واحترم ان كل واحد فيهم عنده خطه ما عايز ينفذها عشان يوصل لحاجه معينه، زي جيم اوف ثرونز بالظبط. الجمل في الفيلم ده لا عارف ان ده لا ما تقولش كده. السيناريو في الفيلم لا يقل مستوى نهائي عن جيم اوف ثرونز، اول موسم على الاقل او تاني موسم. سيناريو كمان بالنسبه طب بص، خلينا ما ندخلش الخناقه دي، خليها بصوا انتوا ده رايكم. انتوا ممكن تحكموا بقى. احكموا لنا، هل بقى سيناريو وسكريبت جيم اوف ثرونز في مستوى دون ولا لا، او حتى قريب ليه ولا لا؟ انا بصراحه عجبني، هو حلو، ما انا عجبني فهمتني بس لا انت رحت لا قريب، لان كل واحد قدر يفهمك نواياه والخطط بتاعته يا ابني، وكل الخطط ذكيه يا ابني ذكيه. انت بتحكي على تعمل حاجه عشان تؤدي الحاجه يا ابني هتجنني. انت بتقول احلى سكريبت في التاريخ السينما كان شبه دون 2 يعني قريب يا عم، ما تخلينيش افقد الثقه. لا حلو هو شبه دون. الناس اللي هتفصل قول لنا رايكم يعني. مهم، تجربه سينمائيه عظيمه لازم تتفرجوا عليها.
انا كنت متحمس جدا اعمل الفيديو ده معاه عشان احنا خارجين من السنه سخنين فاهمني. ما عنديش بقى مجال ان انا احلل وافصص كتير، والفيديو هيطلع مثلا مدته 25 دقيقه، اتفرجوا عليه وقولوا لي رايكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب للراجل ده، هتلاقوا القناه بتاعته في الديسكربشن، واعملوا لي سبسكرايب انا كمان لو اول مره تتفرجوا عليا. بس لو عجبكم الحلقه وعجبتكم المحتوى، وبيس.